اساسا شركات النقل الذكي في مصر شغاله ازاي وايه هي شغلها؟ شركات النقل الذكي يا جماعه في مصر هي اساسا دي شغلانه مش اساسيه. يعني مثلا هنقول اللي حضرتك دلوقتي مثلا شغال موظف او شغال في اي شغل، الابلكيشنات ديت كانت فكرتها كالاتي. يعني فكره الابلكيشن دوت كالاتي: اللي حضرتك وانت رايح شغلك او جاي من شغلك بتاخد رحله معاك، بتجيب بنزينك، بتجيب يعني مثلا صيانه العربيه. دي فكره الابلكيشنات ديت. طبعا في مصر للاسف الشديد لان مفيش فرص عمل كتير قوي للشباب، فالشباب ابتدت اللي هي تجيب العربيات ديت وفعلا ابتدت تشتغل وتعملها شغلانه اساسيه ليها، وكانت فعلا بتجيب دخل كويس جدا. طبعا مع الوقت لقينا اللي فيه شركات تانية نزلت، لكن اول ما نزلت من الشركات ديت هي كانت شركة اندرايفر. طبعا انا بكلمكم عن الشركات اللي سمعت وقدرت فعلا اللي هي تسد مع الشركات الكبيرة اللي هي زي اوبر. مش هتكلم عن شركات تانية نزلت ما خدتش وقت وعلى طول يعني رفعت راية الاستسلام. هنتكلم عن شركة اندرايفر. طبعا شركة اندرايفر اول ما نزلت بعد كده قدرت اللي هي تنافس شركة اوبر لانها ما كانتش بتاخد عمولة خالص، وعملت حاجة اسمها عرض التسعيرة اللي حضراتكم دلوقتي عارفينها، اللي هي اختار تسعيرتك. تمام. طبعا كانت في شباب كتير قوي كانت واخدة بلوكات من اوبر، ابتدت اللي هي تشتغل في اندرايفر، وخصوصا وبالاخص اللي وقت شركة اوبر في الوقت ده كانت واقفة طبعا تقديم السائقين جدد في الشركة، طبعا طول فترة كورونا. جم بعد كده حضراتكم طبعا بعد ما فترة كورونا عدت، وطبعا ده كان خراب كبير جدا، ابتدت اللي نلاقي شركة اندرايفر نزلت في السوق المصري. طبعا شركة اندرايفر لما نزلت اول ما نزلت ما كانتش بتاخد عمولة خالص، كانت نسبة 0%، زائد كمان اللي هي كانت عاملة حكاية اللي هو اختار تسعيرتك، اللي النهارده العميل يقدر اللي هو يفاصل مع الكابتن عن طريق الابليكيشن. يعني مثلا الكابتن يقدر يحط تسعيره 50 جنيه، يجي العميل يقول له لا 40 جنيه، يجي العميل يقول له 40، الكابتن يقول له 45، وبقى في النهارده في فصال. طبعا شعبنا جميل جدا بيحب الحته دي قوي، فطبعا الشركه نجحت وضربت. بعض الكباتن قالت لك بس الشركه دي مش هتاخد اساسا نسبه والدنيا حلوه. طبعا يا عيني كباتن كانوا غلابه جدا فاكرين ان الشركات دي نازله تشتغل لله. طبعا ما فيش اي شركه نازله تشتغل لله، كل شركه النهارده نازله عشان تابعونا ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم في حاجات كتير تخص النقل الذكي. تحياتي للجميع.